ثانيه كده، هو انا فين؟ ايه ده؟ هو انا ايه اللي جابني في الحياه دي؟ مش انا كنت في ماينكرافت دلوقتي؟ طب يا جدعان دلوقتي احنا في مكان غير ماينكرافت اللي احنا معتادين عليه وبنصور فيه كل حاجه تقريبا. النهارده احنا هنجرب تحديات من يوتيوبرز كتير اتحدوني في فيديو النهارده ان انا اكل حاجات، وفي حاجات ليها علاقه في ماينكرافت زي الديرت والحاجات دي كتير قوي. فاحنا يا جماعه المفروض النهارده ان احنا نعمل التحديات بتاعتهم، وايه اللي هيكون فيه عقاب شديد. في ناس قالت عقاب مستحيل حد يقدر ينفذه، فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل الفيديو ده مش اقل من 20000 لايك. وكمان هتلاقوا الانستجرام طالع لكم دلوقتي في الشاشه هنا او هنا، مش عارف فين بالظبط. لو في حد ما عجبوش التحدي وقال لي لازم في عقاب، هتخشوا هناك وهعمل ستوري بالعقاب اللي هو طلب. فخلينا دلوقتي نروح على اول عقاب لينا. طبعا يا جدعان الفيديو هينزل متاخر لان احنا ورانا كنس جوه المحل ده هنخلصه، وان شاء الله الفيديو ده هينزل يوم الخميس الجاي. طبعا يا جدعان دلوقتي قدامنا اللي هو البتاع ده جمبري حلو. فالمهم هيك قال لي ان انا اجيبه، تمام. هو قال ده جمبري انا جبته في حياتي عموما يعني، وجنبه بطاطس، معرفش ايه النظام ده، بس عموما هو محطوط عليه حاجه هنا من فوق، وانا اصلا ما بحبش الجمبري، فحسبي الله ونعم الوكيل ووحده الله. احنا دلوقتي هنجرب البتاع ده، هنحطه هنا، احطه هنا. بس لا، انت اللي قايل التحدي، لازم تاخد قطمه الاول عاديه. انت اللي قايل التحدي يعني اقول ايه؟ لازم تاخد قطمه عاديه الاول. قطمه عاديه يعني نصه كده؟ صلي على النبي. ما بحبش الجمبري. ايه يا اسطى؟ هو العقاب ايه؟ تاكل جبنه. هو يا جماعه المفروض، بس تعالى كده معايا عادي. هو يا جماعه المفروض ما بيحبش الجبنه، اكتر حاجه بيكرهها في حياته الجبنه. هو اكل جبنه فين بقى؟ يا اسطى بص، دي عايزك تاكلها، دي جمبري كلها. لا هياكلها. استنى بص، تعالى معايا. والله لا تاكلها. افتح بقى يا اسطى، انا اكلت النص خلاص. انا اكلت النص. انا اكلت النص. طب انا هاكلها. صلوا على النبي. قطمه واحده وهسكت. كلها. اوكي كده انا خلاص يعني يا جماعه، انا كده التشالنج بتاعي تمام خلاص. كلها مضخه. يلا يا جدعان ننتقل للتحدي اللي بعده. طب يا جدعان دلوقتي احنا اكلنا الجمبري، والمفروض ان احنا يعني رايحين للتحدي اللي بعده، مش عارف بتاع مين، تقريبا عبده مندو، تمام. فربنا يستر لانه طالب حاجات غريبه قوي، والعقاب اغرب منه كمان. فخلينا دلوقتي نروح على التحدي. بتحداك يا سحس يا فار ان انت تاكل 3 قرون فلفل مولع نار، اللي هو الفلفل البلدي دوت، عارفه ولا مش عارفه؟ وانت ما قبلتش التحدي دوت، عقابك هيكون ان انت تاكل علبه كبريت من اللي مرسوم عليها نجمتين ونسر. اللهم بلغ اللهم فاشهد. طب يا جدعان بما اننا مفيش محل خضار قدامنا هنا، فاحنا اتجهنا ان احنا نجيب ايه؟ عندك 3 قرون فلفل يا عمو؟ عندك 3 قرون فلفل؟ اللي انت عايزه يا حبيبي عمو. ماشي عمو هيجيب لنا 3 قرون فلفل عشان ايه؟ نعمل التحدي بتاع عبده مندو. يلا بينا ولا ايه؟ اختار لي اكتر 3 موت. لا اله الا الله، وحدوا الله يا جدعان. انا اكلهم بص انا اكل نصهم. خد فوق واحد. هاكل الثلاثة؟ لا اله الا الله. امضوا يا عم. لا كمل قبل ما الحراره تبدا. حسبي الله ونعم الوكيل. عايز ميه تاني يا اسطى، مش قادر. ميه تاني. يعني اصعب تحدي ما بينهم بصراحه، لانه ضرني وانا خلصت ازازه كامله هيك. طبعا زي ما انتم شايفين الازازه دي انا لسه جايبها حالا، تمام، وخلصتها كلها حرفيا، كانت مليانه، ودي 2 لتر. فيعني شكرا يا عبده مندو على التحدي الغريب ده، وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا يا جدعان دلوقتي احنا في التحدي بتاع محمود، اللي هو طلب مننا نجيب بطاطسايه عاديه جدا من هنا، تمام، ونحطها في رمل وناكلها. والعقاب لو ما عملتهاش اروح لواحد يعني بني ادم كده واساله الساعه كام تقريبا، وهو في وشه وشكرا. بس انا هعمل التحدي ده بما ان احنا في الجونه ومفيش معانا يعني رمل او حاجه زي كده. احنا في مكان حاليا ما فيهوش اي بحر،
تمام. فالحل التاني ان احنا جبنا طبعا الرمل فيه ايه؟ ملح. فاحنا ايه باذن الله شايفين الملح ده، انا هحط كميه كبيره عشان بس ما تقولش نقطه وكده، انا هحط كميه كبيره لان البحر الرمل بتاعه بيبقى مملح جدا، فاحنا هنستخدم الملح ده كانه بحر. تمام. ومحمود باذن الله هيوافق بالتحدي ده، وبرده لو رفض التحدي هتلاقوا على الانستجرام بالظبط، هيطلع لكم هنا دلوقتي موجود في العقاب لو هو رفض يعني. تمام. فخلينا دلوقتي نجيب البطاطسايه دي حلو، ونقوم استنوا بس ايه عشان ايه، طبعا ده البرجر بتاع هيكا. تمام. فخليها دلوقتي ايه، نحط الملح عليه كده كتير قوي قوي، نغرقه كده ملح، نغرقه ملح. هو ما بيتغرقش ليه؟ اهو يا جدعان. تمام. اهو مليان ملح، مليان حلو اهو، عباره عن ملح. فاحنا دلوقتي هنجربها. يلا بسم الله. ايه القرف ده يا اسطى؟ يا اسطى حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش هقول غير كده. يلا خلينا دلوقتي نروح على التحدي اللي بعده. ماشي بص بقى يا باشا، من المطعم الصيني اللي جنبك اطلب منه كرشه متشوحه، كرشه صيني متشوحه. ده لو مطعم اوثنتيك المفروض الاوبشن ده يكون عنده، لكن لو الاوبشن ده مش موجود اطلب منه دامبلينجز. هو طبق كده عامل كده، هتشوف هتعرف. العقاب بقى بما انك انت بقى في الغردقه، ف عدى على اي شاطئ شوف اي حد شكله اجنبي يقول له انت مساء. لو ده مش اوبشن، العقاب نص ليمونه، كل نص ليمونه ومعلقه قرفه. يلا هاف فن. طب يا جدعان دلوقتي هنجرب التحدي بتاع لويجي. طلب ان احنا نجيب دامبلينجز، والمفروض ان احنا نعمل التحدي بتاعه. تمام. لان العقاب بتاعه كان ان انا اروح لواحد مش عارف، شفت الفيديو ظهر لكم، شفت كل حاجه. التحدي طلب الدامبلينجز، فاحنا دلوقتي طلبنا الدامبلينجز والمفروض ان احنا نجربها باذن الله هتبقى كويسه. فوحدوا الله وصلوا على النبي عشان ايه احنا هنخش، وانا اصلا ما جربتش الحاجه دي قبل كده فمش عارف هل هي حلوه او لا. طب يا جماعه دلوقتي الدمبلينجز نزلت لنا اهي زي ما انتم شايفين. انا مش عارف ايه ده، مش عارف ايه بجد في الموضوع، بس احنا هنجرب وطلبنا زي ما لويجي قال. فبسم الله الرحمن الرحيم. جرب انهي واحده يا عمر؟ لناحيتي دي ديت. لا اله الا الله. تعالى بسم الله. ايه ده؟ جربها بالبتاع ده. مش عارف بس هنجربها بسم الله. انا ما اعرفش عباره عن ايه بامانه، بس ايه ده والله طعمها مش وحش. هو ده تحدي ولا ايه؟ طب ما زي الفل اهي. خلاص انا وعمر هنقعد ناكل فيها. شكرا يا لويجي على التحدي الجميل ده، والحمد لله ان ما كانش فيه الكرشه المشوحه دي ومش موجوده في المطاعم. فبس كده يا جدعان تقريبا ده اخر تحدي. هيطلع لكم فيديو مش عارف هل ليه علاقه بالفيديو ده ولا لا، هيطلع لكم هنا تقريبا او هنا مش عارف فين. وبس كده خلصت الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.